ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ ويا رب تكون بخير. حلقه جديده من حلقاتنا كلام في الكوره. هنتكلم النهارده عن صفقه الزمالك الجديده تيدي اوكو، لاعب فريق لورزان السويسري. والزمالك خطف الصفقه دي كده بلغه كوره. الزمالك خطف الصفقه دي، وهتكلم في الجزء الثاني عن الاهلاويه، او هرد على الاهلاويه اللي بيقولوا ان بيراميدز خد مكان الزمالك. تمام؟ يعني خليك معايا في الاول، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نقدر ان احنا نكمل حلقه جديده من حلقاتنا كلام في الكوره. ويلا بينا نبدا الحلقه على خير. اول حاجه، الزمالك تعاقد مع تيدي اوكو. اللعيب ده انا كعبد الرحمن، خليني كده بس اوضح لك الموضوع بمنتهى البساطه. انا كعبد الرحمن بطلت ان انا احكم على لعيب من الفيديو. خلاص الموضوع ده بالنسبه لي ما بقاش متاح اصلا. ليه؟ اللعيب بتتفرج عليه في الفيديو يا باشا بيطلع نار، بيطلع نار حرفيا. هوب تيجي ان انت تتعاقد معاه وتبدا ان انت تحطه في الفريق وتبدا فتره الاعداد. اللعيب يا باشا كل سنه وانت طيب، ما بتاخدش منه اي حاجه حرفيا. اي حاجه بقى، قيس على كده حاجات كتير، يعني مفيش اداء ولا في اي حاجه. فانا بطلت ان انا احكم على لعيب من الفيديو. بس واضح جدا من لمسه الواد ده ان الواد ده عنده حاجه عاوز يعملها، وفكره ان هو يسيب سويسرا. اي نعم، فريق لورزي ايه، فريق ما كده، لورزين او حاجه زي كده يعني في الدوري السويسري. فانت بتتكلم ان هو بيلعب في دوري قوي لحد ما، فيكون ان هو يسيبك ويجي يلعب في مصر او في افريقيا، فدي حاجه كويسه تتحسب للراجل. انت فاهمني؟ بس ان انا شايف من الفيديوز بتاعته هو راجل بيلعب في الجزء الامامي، هو بلاي ميكر. تمام. طبعا في مصر ما بقاش في هنا البلاي ميكر، يعني فكره البلاي ميكر ده ما بقتش موجوده. بس هو راجل بيلعب بلاي ميكر على اليمين شويه وعلى الشمال شويه وفي النص شويه. اكتر حاجه عنده متميزه ان هو بيخش جوه، يعني على الجون، بيروح على الجون. تمام. طبعا مصطفى شلبي، باي باي مصطفى شلبي، باي يا حبيب قلبي. مصطفى شلبي راح البنك الاهلي، احمد ربيع جه الزمالك. وكنا قلنا عن صفقه احمد ربيع دي من مده، انزل شوف في الفيديوهات. تمام، هتلاقي احنا كنا قايلين عليها من حوالي 3 اسابيع او من اسبوعين كده. تمام. طيب، ده بالنسبه لصفقه الزمالك الجديده، وبالنسبه ان هو كلاعب. والزمالك بالمناسبه داخل في صفقه كويسه جدا كمهاجم، بس مش هقول عليه دلوقتي. طيب، تعال بقى نتكلم في الحته الثانيه اللي هي ايه يا معلم. الاهلاويه عندهم قناعه شخصيه. الاهلاويه عندهم قناعه ان بيراميدز خد مكان الزمالك. تمام يا عم، دي قناعتك، وجهه نظرك، صح او غلط ما تفرقليش يعني. طيب، انا عايز بس اقول حاجه، هو خد مكان الزمالك في ايه؟ انا هرد على حضرتك، ومحتاج ان انت كاهلاوي ترد عليا برضو في التعليقات. ماشي. بيراميدز السنه اللي فاتت اللي لسه خلصانه ديت في الكاس، انا كسبت الكاس. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبيعي جدا ان هو كفريق يبقى اقوى مني. ما هو انا معيش في، ما هو انا لو معايا الفلوس اللي مع بيراميدز دي انا هبقى اقوى منك ومنه. فلوس الغرامات اللي الاداره بتدفعها دي لو دفعتها في لعيبه انا هبقى اقوى منك ومنه من اي حد. بس انا يا حبيب قلبي عندي مشكله، انت مالكش ذنب فيها ولا هو ليه ذنب فيها. فبالتالي انا اللعيبه اللي بتجيلي الكواليتي بتاعها قليل جدا. تخيل ان في حين ان انت بتقول ان هو خد مكاني، انا في 21 و22 واخد منك ومنه دوري، 2 دوري ورا بعض. فتخيل دي، متخيلها صح؟ تمام. طيب، اقوى مني في ايه؟ الراجل انا كزمالك بقول يا جدعان، انا الموسم اللي فات واللي قبله انا مش منافس اصلا. ليه؟ لان انا معيش سكواد كويس، فبالتالي ان انا مش عارف ان انا انافسك وانافسه. طب انا لو معايا سكواد كويس انا هقعدك واقعده في البيت. وش يعني لو انا معايا سكواد كويس زي اللي عندك وعنده، اللي انت مالكش مشكله فيه ولا هو ليه مشكله فيه، لو انا كذلك معايا سكواد كويس زي اللي عندك واللي عنده، انا والله هقعدكم في البيت، مش هخليكم تاخدوا بطولات. ده مبدئيا بس. فطبيعي جدا يا حبيب قلبي ان هو يبقى احسن مني، ده طبيعي. ده الطبيعي. اللي مش طبيعي ان هو ما يبقاش احسن مني في كل ده. هو تخيل انت بقى كاهلي بنفس السكواد بتاعك، انت السنه اللي فاتت مش عارف تكسبه وفضلت تعيط كده عشان الدوري ما يروحش منك وتطلع 0 بطولات. فضلت تعيط ولا ما حصلش؟
والحق ايام ماتش الانسحاب بتاعي، اوعى تنساه بالله عليك يا صاحبي يا اهلاوي، اوعى تنسى ماتش الانسحاب، اوعى بالله عليك، هزعل منك لو نسيت ماتش الانسحاب بتاعي اللي محمود الخطيب ودى الجمهور وفي الاخر اللعيبه ما جاتش والماتش انسحب. تمام، اوعى يا صاحبي بالله عليك، اوعى تنسى دي، ماشي؟ جريت وايه ايه ايه, إيه عشان ايه؟ كنت هتطلع 0 بطولات يا حبيب قلبي، ما هي معروف. انت في الماتشين معاه ما عرفتش تكسبه، وهو بيلعب 10 وانت تلعب 11 بالفريق بتاعك القوي ده. فما تجيش تقول لي انا، ما تجيش تبيع لي انا البيعه دي، ما تجيش تقول لي ده بيراميدز هياخد مكانك. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها بيراميدز هياخد مكاني. هو لو الراجل كويس دلوقتي فهو كويس لاسباب، اسمها هو كويس لاسباب، زي ما انت كويس لاسباب. بس الموضوع بسيط اهو، مش محتاج لعبكه. تمام؟ انتوا بتفهموا يا جماعه الكلام ده ولا ما بتفهموش؟ والله بجد. فده اللي كنت حابب اطلع اتكلم فيه. شكرا جدا ليكم، واعتذر جدا لو كان في اي اطاله. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان نكمل مع بعضينا. مع السلامه.